نهضروا على المنتوج اللي هو واحد المنتوج غزال رجعته لينا الشركه ديال فينشي كوسميتيك المغرب في حله جديده. هو واحد المنتوج اللي هو المكونات ديالو جد طبيعيه، اللي هي كما كتشوفوا الفلفله الحاره ونبات القراص اللي هو الحريقه، وكذلك اهم الزيوت الاساسيه هو الزنجبيل. هذا المنتوج عنده بزاف ديال الخصائص، هو متعدد الاختصاصات كما كنقولوا. اول حاجه كيهنيك من المشكل ديال المفاصل او البروده، تشنج العضلات، كديريه بالليل وكتنعسي، المفعول ديالو رهيب بزاف. تاني حاجه اللي عندها مشكل ديال الشحمه ثلاثيه الابعاد في الكرش، في الفخاذ، في يديها، في اي منطقه عندها في الجسم ديالها، كدهنو وكدير السلوفان، كتمشى كتجري كتشقى في دارها او كتمشي للسوق، ملي كتجي كتحيد هذاك السلوفان كتلقى الماء كثير، كرشها كتعرق بزاف، يعني كيحرق الدهون ثلاثيه الابعاد. ثالث حاجه الا كان عندك مشكل ديال لي فاغيس اللي هما العروق الحمر او الزرق في الجسم ديالك، هذا المنتوج كيساهم بواحد الشكل اللي هو كبير باش الدوره الدمويه تحرك لك في الجسم ديالك وما يبقاش عندك احتباس ديال الدم في شي منطقه في الجسم ديالك. رابع حاجه الا كان عندك مشكل ديال الشقيقه كيهنيك منها، كديري النواضر ديالك ما كيبقاش. خامس حاجه كما قلت لكم راه متعدد الاختصاصات، الا كان عندك مشكل ديال الصدر ديالك عامر، كانت فيك الكحبه، يا اما كتشميه كتاخدي واحد النفس اللي هو عميق، اولا كدهني الصدر ديالك. انا كنصحكم ان هذا المنتوج يكون في كل دار، منتوج زوين كيسهل ان تجربوه وما يخطاكمش. راه الريحه ديالو مجهده بزاف 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 بزاف، وزوين زوين بزاف، وحتى حتى الكميه ديالو كبيره، وكما كتشوفوا ماد ان تركي.